للإخوان المتأسلمين وستقف الرابطة في وجه كل من تسول له نفسه على ظلم الشعب المصري مهما كان موقعه أو من يسانده ويقف وراءه، لأن الشعب المصري يكرم ولا يهان، يعز ولا يذل. فتحية إلى أرواح شهدائنا، وتحية إلى مصابين الأبطال الذين حرروا مصر من حب جماعة إرهابية لها باع طويل في الإرهاب والتطرف، وكشفوا لنا أصحاب الأجندات الخارجية والطابور الخارجي الموجود الآن داخل الوزارات والمحافظات ومؤسسة الرئاسة، وما زلت أطالب بإقالة الحكومة الفاشلة العميلة برئاسة الإسلام وبعض المحافظين الذين كانت لهم يد أو غير موجودة للقضاء على الفساد والإرهاب الذي يعرفونه جيدا. ومعنى الدليل على ذلك، الدليل موجود، احنا ما بنتهمش حد باطل، الدليل معانا على ذلك. ونريد أن نقول لهم هذه محاكمة للمعزول وجماعته الإرهابية، وسوف نحتفظ بهذا الخطر ليكون موجودا وتحت أمر الشعب المصري لدخول الخونة والعملاء والحرامية وأصحاب المصالح وأصحاب المصالح الشخصية والإرهابيين للسجن آجلا أو عاجلا. ونحن نريد ونحن نحذر الحكومة والطابور الخامس بأن ثورة 30 يونيو المجيدة أعظم ثورة في تاريخ البشرية، شعب وجيش وشرطة يحمونها، الله الوطن الشعب المصري العظيم. وشكرا. دلوقتي احنا معانا رجال الأزهر، هنسمع الكلمة من الشيخ محمد عبد الله نصر هيقول ايه حكم الإسلام في هذه الجماعة الفاشية. اتفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا شأنهم على مر التاريخ. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أهل الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس والله لا يحب الفساد. هذه الجماعة التي احتكرت الدين طيلة 80 عام انهارت الآن. لست وأنا من أقول حكم الإسلام، فأنا لست المتحدث الرسمي باسم الإسلام ولا أمتلك تفويضا من الله سبحانه وتعالى، ولكن الحكم لجماهير الشعب، الحكم لهؤلاء الشهداء الذين سيقفون في يوم المحشر العظيم شاهدين على جرائم الإرهاب. هذا المجرم الكبير الحسين مضيف الذي نزل بتحالية ومعه متفكرات، معه سلاح، كان سلاحه الجنة. هذا كان مجرما واستحق القتل من الإخوان لأنه كان يوسخ الحدث. نسي الإخوان أن كلمة الحسين مضيف ستحمل لقطات بسيطة، أما عين الله سبحانه وتعالى تراقب المشهد، وسيأتي يوم لتفريغ الشرائط في يوم القيامة في محكمة قاضيها هو الوحي الديان الله سبحانه وتعالى. أنا بس أحب أتكلم في عجالة سريعة عن الأوضاع. يعني احنا النهارده في محكمة شعبية لنقول أن الحكم للشعب المصري. هذه محكمة رمزية سنطلق بها كل محافظات مصر، وإن يسر الله لنا الأمر سنطلق بها بلدان العالم ليعرف العالم أن هذه الجماعة ليست ضحية، وتحاول الآن أن تعيش دور الضحية. لا، هم قتلة إرهابيين
إرهابيون، سفاحون، تجار، أديان لا يعرفون معنى للإنسانية ولا للدين. حتى الأطفال، مريم على باب كنيستها لم يرحموا طفولتها فقتلوها ب13 رصاصة. كذلك محمد في الوراق قتلوه بالرصاص الحي، في العبرانية قتلوه بالرصاص الحي. لا يعرفون معنى لا للمسيح ولا للمسلم، لا للصغير ولا للكبير. يتلقون دعما، والآن يدير شؤونهم شؤون التنظيم الدولي في مصر، يدير شؤونه القرطبان الذي ظن أنه سيعيد وهب خلافة مدعومة أو احتلال تركي عثماني لمصر. ظن أنه الخليفة بدعم من المخابرات الأمريكية يدس ويكيد عبر سفيره في مصر، يمول التظاهرات، يمول الإخوان من أجل إسقاط الدولة المصرية بمؤسساتها، جيشها، شعبها، قضائها. يريد إسقاط الدولة لأن مشروع التقسيم الذي ترعاه تركيا، التي كانت تريد أن تكون السيد على الشرق الأوسط سقط. نصيحتي للقرطبان أن يذهب إلى حيث ذهبت أمس، فقد نبئنا أنها افتتحت مزرعة نواجذ تجلس بجوار صغار البط والكتاكيت كما يقولون في الريف، فليجلس جنبها في شمس النهار يتدفق على فشل مشروعه وينتظر أوباما الذي سيلحقه عما قليل، لأن ثورة 30 يونيو قد أعادت ليس رسم خريطة الشرق الأوسط، وإنما أعادت رسم خريطة العالم لتكون هناك قوى قد سقطت وقوى تصعد. واليوم الأربعاء وزير خارجية ودفاع روسيا في مصر، وهذه رسالة إلى القرطبان: لن يستمر المسلسل الآتي، لن يستمر محور قطر تركيا أمريكا، ولكن المحور القادم مصر هي الفاعل الرئيسي والمحرك، ليس في الشرق الأوسط ولكن في أماكن أخرى، لأن مصر كانت المركز منذ آلاف السنين وستعود لتكون في مكانتها الطبيعية كأم للدنيا أو أكبر من الدنيا كلها، وليس هذا وهم، إنما هذا عهد عهدنا به شهداءنا. كان شعارنا في 25 يناير التي سرقها الإخوان وحاولوا وأفشلوها ونهبوها هم وثوار الطابور الخامس، كان شعارنا ينجيب حقهم ينموت زيهم، ولكن قسما بربي في 30 مليون يوم سنأتي بحقهم ونحقق حلمهم، وحلمهم أن تكون مصر هي الدولة الرائدة في الشرق الأوسط، وهي المحرك الفاعل في خريطة السياسة العالمية، ليكون المحور مستقيما مصر، روسيا، الصين والسعودية ودول الخليج في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ودولة تركيا. وأناشد الحكومة، لأن هذه الحكومة العاجزة الفاشلة، لو كانت عندنا حكومة لكنا انتهينا من وهم الإخوان، أناشدها بقطع العلاقات مع تركيا وفرد السفير التركي من مصر، فلا نحتاج لهذه الدولة ولا لعلاقاتنا معها. فقط نريد دولة تحترم مصر، لا تتدخل في أجهزة مخابراتها ولا في تمويلاتها في تخريب الشأن المصري العام. يعني أنا لا أحسن الكلام في هذه الأمور، ولكن أنا سعيد بأن هناك محكمة نستطيع أن نقول فيها للقاضي كلمة حق، يعني لنكون قد وصلنا رسالة الشهداء. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي هنقول نشوف رأي السادة القانونيين. هذا السيد طبعا موجود معنا رئيس المحكمة المستشار كمال السنبولي، يتفضل يا دكتور كمال. واحنا النهارده هنخلي الاستاذ سيد برضه يتكلم عن رأي المرحوم الاستاذ محمود رمضان صاحب القضية المشهورة، محمود عبد الله صاحب القضية المشهورة في حال جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم. فالنهارده مع الاجتماع نتكلم معنا المحاكمة معنا الأستاذ سيد. فضل سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سيد عبد الله، أنا عام مساعد الاتحاد الإسلامي العربي وعضو المكتب السياسي في الحزب المصري. الحقيقة قيمة المحاكمة تتم من الآخر هي أنها محكمة شعبية. المحكمة الشعبية ليست بديلا عن المحكمة الجنائية، لكنها يمكن أن توصل المحكمة الجنائية فيما كان يجب أن يكون من محاكمة. احنا في مصر وراء قيام ثورتين، ثورة 25 يناير وموجة العالية العادية في 30 يونيو وموجات شعبية أذهلت العالم، إلا أنه هذا لم ينعكس على شكل المحاكمات التي كانت يجب أن تكون عقب ثورة. الثورات حالات استثنائية لا يجوز معها المحاكمات بالشكل القانوني العادي، لأنه المحاكمات السياسية هي محاكمة النظام في ظل نظام مبارك. احنا اتكلمنا بعد ثورة 25 وبعد خلع مبارك قلنا انه هناك قانون اسمه قانون الغدر 58، وده القانون اللي كان بيحاكم فيه الناس اللي كانوا ضد الثورة او كانوا ثورة، يعني الاقصاء وبعض من كانوا مجموعة النظام السابق على الثورة. احنا قلنا انه يجب اعمال هذا القانون بأن تكون المحاكمات الثورية من خلال قضاء لأولا سرعة الإنجاز، وحتى يكون ضمن هذه المحاكمات محاكمة النظام. يعني لما أجي على النظام مبارك كان يتعين أن أحاكمه على كامب ديفيد، وما أثمرت عنه هذه الشرقيات من تسليم مصر لأمريكا. كان يجب أن نحاكمه على بيع الغاز، على تسليم مقدرات الاقتصاد المصري إلى التبعية الأمريكية ونصبح كومبرادور، يعني رأسمالية كومبرادورية. مصر لم تعد هناك، فقدنا اقتصادنا وفقدنا صناعاتنا، حتى أن هناك كتابا عظيما تأليف الأستاذ علي حسين، مصر من الاقتصاد المصري من الاستقلال للتبعية، يعني بعد أن كنا مستقلين أصبحنا تابعين. كتاب مهم جدا علينا أن نعود إليه، ما أحوجنا هذه اللحظة أن نعود إلى مثل هذه الكتب. إذا سياسات تحكي سياسات، فأنا شايف ساعتها كانت محاكمة السياسات. أنت كنت تقدر تودي هذا النظام في هذا الوقت بتهمة الخيانة العظمى، لأنه تحالف وباع اقتصاد وباع بلد وباع معلومات، وأصبحت مصر من خلال وهكذا. النظام الإخوان الثاني عمل ده في 30 سنة أو 40 سنة، النظام الإخوان في سنة واحدة عمل كل ما فعله ده، برضه ماشي في نفس سياسات التبعية لأمريكا الأوغر فيها. هذا التوغل الذي توغلوا في علاقاته الأمريكية وسادت فيها من خلال أن مصر أصبحت محور هام في مشروع الشرق الأوسط الجديد. مبارك كان بيعاند ويعاتب شوية، لا ده راح مسلم وقلع كل اللزوم وسلموا المسألة. مصر التي لم تعرف أبدا الصراعات المذهبية بقت في سنة وشيعة تحرق مساكن وبيوت للشيعة وأفراد وأشخاص يحرقون. أيضا الصراع الجنسي والعرقي بقى على المحك، بقى المسلمين مسيحيين تضرب الكنائس. إذا أنت أصبحت في قلب الصراع الطائفي ومشروع الشرق الأوسط الجديد اللي هو التقسيم والتفكير. النوبة بقت مطالب. بالمناسبة الوادي الجديد جزء منها كبير كان هيروح ضمن إقليم برقة اللي
الإسرائيلي، حلايب وشلاتين هتروح مع السودان، 40% من سيناء رايحة لحل الأزمة الصهيونية الفلسطينية مع